السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، عايزين نتكلم عن حاجة. يعني عايزة اتكلم عن موضوع كده، والموضوع ده يعني بيحصل أول الأيام دي. يعني أنا بعمل أي حاجة مثلا، أو غيري يعني بيعمل أي حاجة، مثلا خطوبة لبنته، عيد ميلاد لابنه، جاب حاجة او ما جابش حاجه، بس يعني فانا لما اعترض اقول له لا، يعني معلش الحته دي بس المفروض تغيرها ولا بتاع. لا، محدش ليه دعوه، انا شايف الموضوع مناسب وهتممه. تمام. او الشغلانه دي ما تمشيش فيها، بس انا حاسه ان هو مش طبيعي. لا لا، مالكيش دعوه، انا شايفه ان هو كويس. تمام. ينقص ده كله عن ايه؟ عن اب واخت وعمه وخاله وعيال عمه وكل حاجه، كل الناس اللي قرايبنا، حتى لو صاحبتنا. تمام. لما يجي الموضوع بقى عندي، لا، ستوب بقى. احنا عايزين نتدخل ونتدخل ونتدخل، ويا ريت نعمل فيها مشكله. صح؟ طب انا ما بتدخلكمش في حاجه، تتدخلوا لي ليه في حاجه؟ ما سيبوني في حالي. لا، نسيبوكي في حالك ازاي؟ طيب يا جماعه، انتوا بتعملوا الحاجه لنفسكم، ليه لما حد بيعملها بتستخسروها فيه؟ ايا كان الحاجه دي ايه. طب ما انتوا حللتوها ليكوا، بتحرموها ليه على غيركم؟ سيبوا كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وفي ربنا هيحاسب في الاخر. ده اذا كانت الحاجه معارضه للدين، هي ما بتبقاش معارضه للدين ولا حاجه، بس احنا بنحب نعارض ونحب نحشر نفسنا في حياه الناس. واحنا مالك؟ انا واحده رنت عليا واحده صاحبتي بتقول لي انا عازماكي على كذا، ما اعرفش، وهي صاحبتي المقربه، انا ما اعرفش عنها حاجه، ما اعرفش الموضوع حتى تم امتى. قلت لها تمام حاضر، ورحت وقفت وتمام ومشيت. هما شايفين ان في حاجه هما عايزين يعملوها وشايفين مناسبه ليهم. انا مالي؟ انا مالي؟ هي ما دخلتنيش في خصوصيات حياتها. ادخل انا من غير اي حاجه؟ يا جماعه سيبوا الملك للملك. يعني ربنا هو اللي هو، لو حاجه غلط ولا حاجه صح انت بتنصحي، قبلت النصيحه قبلت، ما قبلتش خلاص، نقطه بقى من اول. يا ريت كل واحد يخليه في حياته، يا ريت كل واحد ما يستكترش حد على يعني ما يستكترش الحاجه اللي في ايد التاني. كل واحد ربنا عطيه رزقه 24 قيراط، ما تبصوش على القيراط ده اللي هو ناقص عندكم بتبصوا عليه تاني. ما يمكن حد، يعني يمكن ربنا مبتليها بابتلاء ما تقدرش انت تستحمليه، او يمكن صاحبك ده ربنا مبتله ما تستحملهوش انت. نفس الكلام، كل واحد يخليه في حاله. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.